كاتو طلاب الصف الخامس الابتدائي، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنبدا بارت 2 من lesson 1 اللي هي البلانت نيدز في ماده الساينس. خلاص يلا بينا كده. كنا اتكلمنا في الاول على انه البلانت عنده 5 نيدز وعنده 5 بارتس، وان شاء الله تكونوا حفظتوهم، ولو ما حفظناهمش نقدر نرجع تاني للفيديو اللي فات على طول ونحفظهم، علشان مش عايزين نسيب حاجه من غير ما نكون عارفينها. طيب النهارده بقى هناخد هناخد بعض الحاجات. طبعا هنفتح بقى على البيج اللي معانا دي زي ما ظهر عندنا في الصورة، ونبدأ مع بعض. هنحط خط تحت الكلام اللي احنا محتاجين نعرفه. طبعا احنا لسه بنبدأ في الساينس، لسه محتاجين نحفظ بعض الكلمات الجديدة علينا، فهنعرف ترجمتها، وكمان هحط تحتها خط علشان نعرف نكتبها صح ونفهمها صح وننطقها صح كمان. اوكي. طيب اول حاجه خالص معانا في البيج بتاعتنا بيقول لنا البيزكس نيدز. يعني ايه بيزكس نيدز؟ يعني الاحتياجات الاساسيه للبلانت والانيمالز والهيومنز. هي لو جالي سؤال وقال لي ايه هي البيزكس نيدز اللي بيحتاجها النبات والانسان والحيوان، فهنرد عليه على طول ونقول له هي الووتر اند اير. يبقى الووتر والاير هما البيزكس نيدز. طيب اعرف منين ان هما البيزكس نيدز؟ تعالى لو قعد لا قدر الله اي بلد خلاص حصل فيها جفاف. جفاف يعني ايه؟ يعني مفيش ميه، فشويه شويه هتلاقي ان الجفاف ده سبب بيؤدي حد يقدر يقعد عطشان؟ لا، فلا قدر الله بيموت. نفس الكلام الاير، ممكن يحصل من غير الهوا هنموت. يبقى دي البيزكس نيد، من غيرهم مش هنقدر نعيش. تمام. بعد كده رقم 2 بدأ يكلمنا ويقول لنا انه الهيومن والانيمالز بياخدوا بياخدوا الانرجي والاحتياجات الاساسيه بتاعتهم من الفود. تمام، من الاكل. طيب يا ترى بقى النبات بياخد ازاي بيعمل ازاي الاون فود بتاعه؟ او مين بياكله؟ يا ترى هو عنده ماما تاكله؟ لا. يعني احنا عندنا مثلا، لو عندك اخوك الصغنون او اختك الصغننه، بتلاقي ماما الصبح صحيت خلاص، عملت لنا كلنا سندوتشات واكلتنا، وبنرجع بعد المدرسه يبقى عندنا الغدا جاهز والعشاء جاهز. ولو حد لسه صغنن ماما بتديله الشاور بتاعه، وماما هي كل حاجه، يعني ما شاء الله ربنا يخلي كل ماما. ف يا ترى البلانت ده ازاي قدر يكبر من سيد صغنونه لبلانت كبيره؟ وانت ماشي في الشارع تشوف سبحان الله شجره كبيره، نخله طويله قوي، كبرت ازاي وما عندهاش حد ياخد باله منها؟ بتعمل عملية بقى. نقدر نتكلم بقى النهاردة على انه البلانت يقدر يعمل عملية اسمها عملية الفوتوسينثيس بروسيس. عملية الفوتوسينثيس بروسيس دي هي العملية اللي بيعمل بيها النبات اكله. يعني كأنه مثلا هو البوتاجاز بتاعه. يعني يعني بيجيب شوية حاجات خلاص، ويقعد بقى يعمل عملية كده زي ما ماما بتدخل المطبخ وتطبخ لنا أكلة حلوة لحد ما تجيب لنا الأكل. هو بالظبط البلانت بيعمل كده. طب يا ترى البلانت بيعمل ازاي عملية الطبخ بتاعته دي؟ يبقى العملية اللي بيعمل بيها البلانت أكله اسمها الفوتوسينثيس بروسيس. تمام؟ طيب اوكي، دي اسمها عملية البناء الضوئي. طيب في بقى عملية البناء الضوئي دي علشان تحصل النبات محتاج هو ده بقى اللي احنا هنبدأ نعرفه دلوقتي حالا. طب احنا لما كبرنا الشاشة دلوقتي بيتكلمنا هنا وبيشرح لنا في الصورة بتاعتنا عملية اسمها عملية الفوتوسينثيس بروسيس، واتفقنا ان هي عملية البناء الضوئي. يعني هي كأنها البوتاجاز اللي هيعمل الطبخة بتاعتنا. طيب ايه الموضوع؟ بيقول لنا دلوقتي ان البلانت بيصحى زي الشطور الصبح في النهار، اول ما الشمس تطلع يقول للشمس بعد اذنك هاخد الصن لايت بتاعتك خلاص وهدخلها عندي في الليف بتاعتي. خلاص يبقى انا هاخد الصن لايت بتاعتك عندي هنا في الليف، تمام، في الورقة بتاعتي. حلو جدا. وهاخد من الاير حاجة جاز اسمه الكربون دايوكسيد جاز. كربون دايوكسيد جاز، وده اسمه ثاني اكسيد الكربون. غاز كده موجود في الهواء اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون. ويروح برضو نفس الكلام مدخله جوه جوه الليف. تمام، حلو جدا. يبقى هو اخد اخد حاجتين من الهواء. طيب وبعدين محتاج تاني؟
محتاج كمان ياخد حاجة اسمها الووتر اللي هي المية والنيوترينز، اوكي، يطلعوا هما كمان فوق على الايه، على الليف، على الورقة، ويبدأوا يعملوا الايه بقى، ويبدأوا يعملوا الطبخة بتاعتهم. حلو جدا. يبقى انا عندي الفوتوسينثيس بروسيس ليها انبوت وليها اوتبوت. يعني ايه انبوت؟ يعني انا دلوقتي ماما هتعمل الايه، الطبخه النهارده هتعمل بسله، تمام. طيب الانبوت بتاعها ايه؟ ماما هتقول لبابا لو سمحت يا بابا هات لنا معاك الاتي. هيجيب ايه؟ هيجيب البسله. خلاص، يعني هياخد الصن ايه، هيشتري صن لايت. حلو جدا. وهياخد ايه كمان؟ وبعد البسله بنجيب جزر كمان، يبقى هيجيب الكربون دايوكسيد جاز. طب وايه كمان؟ وبنجيب الطماطم. حلو جدا. نقول مثلا الووتر. وايه تاني؟ وبنجيب بقى بصل، وبنجيب حاجات كتير تانية، يعني بنجيب الايه، بنجيب النيوترينز. تمام. حلو جدا. يبقى عملنا ايه؟ يبقى بابا هياخد الليسته بتاعت الايه، الليسته بتاعت الطلبات، خلاص، اللي هم 4 طلبات، ويديهم لماما. خلاص، فماما هتعمل لنا ايه؟ هتعمل لنا حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي هيطلعوا من عمليه الفوتوسينثيس بروسيس اللي هيطلعوا من المطبخ؟ هيطلع لي حاجه اسمها اكسجين، خلاص، ويطلع لي حاجه تانية اسمها الايه، اسمها الشوجر. حلو جدا. طيب خلاص، يبقى احنا عملية الفوتوسينثيس بروسيس بيبقى عندي ايه، 4 طلبات للفوتوسينثيس بروسيس. ايه هما ال4 طلبات؟ يلا بينا مع بعض. رقم 1 ايه، sunlight. رقم 1 الsunlight. وايه كمان؟ حاجة اسمها الكربون دايوكسيد. وايه كمان؟ الووتر. وايه كمان؟ النيوترينز. تمام جدا. ادي ال4 طلبات اللي محتاجها النبات علشان يقدر ايه، يقدر يعمل الاكل بتاعه. طب هيعمل الاكل بتاعه فين؟ على البوتاجاز بتاعه، خلال عملية اسمها الفوتوسينثيس بروسيس. جوه مين؟ جوه الليف، تمام، جوه ورقة الشجر. طيب الاكل بتاع النبات هو مين؟ هو الشجر. بيطلع لي الشجر ده الاون فود بتاع مين؟ بتاع البلانت. جميل. طيب وبعدين الاكسجين ده بيروح فين؟ الاكسجين ده بيطلع للجو تاني، خلاص، وده بقى اللي احنا بنبدأ ايه، نستفيد بيه كبشر وكحيوانات. اوكي يا شباب، يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن عملية الفوتوسينثيس بروسيس، وعرفنا ان الفوتوسينثيس محتاجة 4 حاجات علشان تحصل، وبتطلع لي حاجتين بس اللي هما الشجر والاكسجين. الشجر ده هو اللي النبات بيستفيد بيه، هو اللي بيتغذى بيه ويبدأ يكبر 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 يكبر. اوكي. اما الاكسجين ده الانسان بيستفيد بيه، خلاص، وده علشان كده النبات مهم جدا في حياتنا. طيب يلا بينا بقى نشوف الكتاب بيقول لنا ايه. احنا خلاص خلصنا الجزئية دي وعرفنا ايه هي البيزكس نيدز اللي بيحتاجها البلانت والانيمال والهيومن. خلاص، عرفنا ايه هي العملية، ايه هي البروسيس اللي البلانت يقدر يعمل بيها الاون فود، اسمها عملية الفوتوسينثيس بروسيس. خلاص، عرفنا ايه هي النيدز اللي بيحتاجها النبات، ودي خلاص اخدناها هناك قبل كده. تمام. هنيجي بقى هنا بيكلمنا عن عملية الفوتوسينثيس. أول حاجة خالص، عملية الفوتوسينثيس بروسيس دي عملية بتتم فين؟ جوه الليفز، تمام. طيب الاوتبوت بتاع الفوتوسينثيس بروسيس هي مين؟ هي الشوجر. اوكي، تمام. الجزئية دي لازم تكون اوكي، يعني المطبخ بتاع العملية دي هي الليفز. خلاص، الاوتبوت بتاعنا او الحاجه المهمه اللي هو بيعملها هي الشوجر. وخلاص عرفنا الانبوت بتاعتنا اللي هي 4، السان لايت والايه والكربون دايوكسيد، وايه كمان، والووتر، وكمان النيوترينز. اوكي. طيب تمام. طيب عايزين قبل ما نخلص الجزئيه دي نعرف يا ترى
النيوترينتس والووتر مين اللي بيوصلهم للليف بتاعتنا؟ بيطلعوا ازاي؟ فيقول لنا انه الروت الجذور هي اللي بتقول للووتر يلا يا ووتر تعالى معايا، يلا يا نيوترينتس يلا بينا علشان اوصلكم لحاجة هنا اسمها الايه، زي ما اخدناها هناك في البارت للستم. والستم بقى هو اللي هيستلمهم ويوصلهم لحد الايه، لحد الليف. اوكي، يبقى احنا تاني هنتكلم. لو جه وقال لنا ايه فايدة الروتس؟ الروتس دي بتعمل absorb للwater and nutrients from the soil اهو. يبقى احنا دلوقتي هناخد الجزئية دي ونحط تحتها خط. ايه هي فايدة الروتس، او ايه هي الامبورتنس، او ايه هي الرول بتاعت الروتس عندنا؟ فهنحط تحتها خط ونقول ان الروتس هي اللي بتقول للووتر والنيوترنت يلا يا جماعة تعالوا عندنا ايه، عندنا مشوار، وتاخدهم من السويل. هتسلمهم لمين؟ هتسلمهم لحاجة اسمها الستم، الجذع بتاع الايه، الجذع بتاع النبات او الشجرة. الستم بقى هو اللي هيوصلهم لحد الليف، واحنا قلنا الليف ده هو الايه، هو المطبخ بتاعنا او المطبخ بتاع البلانت. اوكي يا شباب، خلاص كده الصفحة دي صراحة يعني البيج دي مليانة شوية بس مهمة جدا جدا. يا رب نكون فهمناها كويس، ولو في اي اسئلة سيبوها لي في الكومنتات، ويا ريت ما تنسوش تعملوا شير كتير لاصحابكم علشان ان شاء الله يستفيدوا. وان شاء الله هنكمل باذن الله في المرات القادمة، وان شاء الله الموضوع ده يبقى اسهل واسهل بعد كده باذن الله. لو في حد محتاج اي حاجة يكتبها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هشرحها له وهظبطها له باذن الله. سلام عليكم.